مساء الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بدنيا. برنامج صحتك بدنيا برنامج طبي توعوي بنسلط فيه على بعض الأمراض لنحكي فيها نحن والضيف الطبيب اللي بيكون ضيف الاستديو. ضيفنا بالاستديو اليوم الاستشاري دكتور كازمان عيسى، اختصاصي أو ماجستير بأمراض القلب والشرايين والقسطرة القلبية، أيضا ماجستير بالأمراض الداخلية من جامعة دمشق، رئيس قسم القسطرة القلبية في مشفى القلب والعين. خلونا نحن وانتو نرحب بضيفنا الدكتور كازمان عيسى. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا. مسرورين كتير بوجودكم بالاستديو لحتى نحكي عن مواضيع مهمة كتير دكتور، اللي عم تشتغلوا عليها بهالفترة الآونة الأخيرة بمنطقتنا، بمنطقة القامشلي. شكرا لحضوركم دكتور. شكرا. مستمعينا، أي حدا عنده سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101. أيضا يلي حابب يسأل عبر البث المباشر بوير عربي، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مستمعينا، مواضيعنا مهمة كتير وجديرة بالذكر. أيضا رح تكون مهمة لكل الشرائح، للأطفال للكبار بالعمر. رح نحكي عن القسطرة القلبية، يا ترى شو هي وكيف بتنعمل. رح نحكي عن إيكو القلب عبر المرئي، عن مواضيع مهمة، عن موضوع زرع البطاريات، زرع بطاريات القلب، العلاج التداخلي بالقصر لآفات القلب الولادية عند الأطفال. هالمواضيع كلها رح نتناولها. الدكتور كازمان رح يشرح لنا. دكتور، بداية لو نفوت بموضوعنا، موضوع القسطرة القلبية، كم مدخل لموضوعنا؟ القسطرة القلبية عبارة عن إجراء يتم فيه تصوير الشرايين الإكليلية تحت التخدير الموضعي بغرفة القسطرة. مهم. هذا الإجراء بيتم خلال زمن 20 دقيقة تقريبا. تماما. العادة كانت المدخل الفخذي، يعني ندخل الشيت عبر الشريان الفخذي، ثم نوصل القسطار للشرايين الإكليلية ويتم فيها تصوير الشرايين الإكليلية لمعرفة إذا فيها انسدادات أو تضيقات. وفي قسطرة حديثا يتم عن طريق الشريان الكعبري، مهم. خاصة بزمن الكورونا. هو الطريق المعتمد. الهدف منه إقامة المريض بالمشفى بيكون بالحدود الدنيا. تماما. في قسطرة يمنى، عدا عن قسطرة الشرايين. القسطرة اليمنى الهدف منها تشخيص بعض آفات القلب الولادية. القسطرة اليمنى تتم عبر الوريد الفخذي، نوصل للأجواف اليمنى ويتم تصويرها ودراستها بغرفة القسطرة. تماما. إذا هذا الإجراء هو إجراء استقصائي لمعرفة حالة القلب أو شو الآفة الموجودة بالقلب. تماما. تماما. م- القسطرة القلبية التشخيصية هي م- استقصاء. م- في قسطرة تداخلية علاجية أيوة. هو بهدف العلاج. تماما. بخصوص الشرايين الإكليلية م- بيتم بغرفة القسطرة تصوير الشرايين، وإذا كان في شرايين فيها تضيقات احتمال يتم توسيعها بالبالون وزرع شبكات. م- أيضا في قسطرة تداخلية علاجية للصمامات القلبية، نعم. خاصة الصمام التاجي م- وحديثا الصمام الأبهري. بيتم زرعه عن طريق القسطرة، نسميه تافي، م- يعني تبديل الصمام الأبهري. يتم زرع صمام أبهري عن طريق القسطرة. في أيضا قسطرة تداخلية علاجية عند الأطفال. م- الهدف منها إغلاق بعض الفتحات القلبية، سواء كانت بين البطينين م- أو بين الأذينتين أو قناة شريانية، أو توسيع الصمام الرئوي، م- أو حتى توسيع الصمام التاجي، توسيع تضيق برزخ الأبهر. ففي قسم من الآفات القلب الولادية يمكن تشخيصها وعلاجها تداخليا عن طريق القسطرة. ونحن بمركزنا بمشفى القلب والعين م- نحاول جاهدا
تفعيل هذا القسم إن شاء الله سيكون بمقبل العام القادم قيد الإقلاع والتفعيل. حقيقة مبشرات هاي أكيد لأهالي المنطقة. حابب ذكر مستمعينا للي حابب ينضم لنا 429 101 هو رقمنا الأرضي. فيكم تنضموا لنا عبر البث المباشر، حتى اللي قاطنين خارج القطر أو خارج سوريا أو خارج روج آفا، فيكم عبر البث المباشر بوير عربي عبر أي كومنت بيخطر على بالكم بما يخص مجال القلبية. بكومنت فيكم تكتبوا السؤال أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عم نحكي عن مواضيع مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، وهي عمليات ومواضيع نوعية لم تجرى سابقا بشمال شرق سوريا، على مستوى سوريا أيضا. مواضيع مهمة جدا عم نضطر عليها. دكتور، موضوع ايكو القلب عبر المري اللي نعم. حديثا متداول، او خلينا نحكي عم تجروا هالعملية هاي حاليا، عن العمليات هاي بمنطقتنا، منطقة القامشلي. لو تحكي لنا بشكل موسع عليها دكتور. تمام. هلا إيكو قلب المتداول هو إيكو قلب عبر جدار الصدر. نعم. يعني البروب القلبية عبر جدار الصدر ندرس القلب وآفات الصمامات القلبية. تمام. هلا إيكو قلب عبر المريء، هذا البروب عبر التنظير مثل المنظار الهضمية بنهايته في البروب ايوه. ندخله عبر المريء ونوصله للمعدة. عن طريق هذا البروب ندرس بعض أمراض القلب. الهدف دقة التشخيص، يعني التشخيص بيكون أدق بإيكو قلب عبر المريء، خاصة بأمراض معينة مثل تسلخ الأبهار، التهاب شغاف القلب. أيضا إيكو قلب عبر المريء له أهمية تشخيصية ببعض آفات القلب الولادية، وعند المرضى اللي عندهم حوادث خسارية أو سمية غير معروفة السبب نعمل لهم إيكو قلب عبر المريء. هلا حديثا في سياق تفعيل العلاج التداخلي بالقسطرة عند مرضى اللي عندهم آفات قلب ولادية، بيتم بغرفة العمليات إيكو قلب عبر المريء. الهدف توجيه وتحديد موقع الديفايس، سواء كان فتحة بين أذينتين أو فتحة بين بطينين أو حتى توسيع الصمام التاجي. دكتور، يعني النتيجة كيف بتكون؟ هي الكواليتي أكثر، أفضل نوعية يعني، ولا نتيجة قرب الجهاز أو البروب للقلب يعني تماما. نحن عبر جدار الصدر في قد يعني مسافة. الفاصل المسافة بين القلب وجدار الصدر هو الجلد، الأضلاع، الشحم، الرئتين. بينما بإيكو قلب عبر المريء مباشر، تماس مباشر للأبهر والأجواف القلبية، لذلك بيكون الدقة التشخيصية عالية تصل إلى 99% تقريبا في بعض الأمراض. نتائج رائعة جدا حقيقة. دكتور، لو نتطرق كمان، هي صراحة تناولنا كتير مواضيع وحبينا نسلط الضوء على هالمواضيع المهمة كتير. هي موضوع زرع البطاريات، زرع بطاريات القلب اللي حضرتكم بتجروها. الاستشاري الدكتور كازمان عيسى بيجريها بمشفى القلب والعين بمدينة قامشلو، والنتائج مرجوة جدا ونتائج جدا رائعة. الدكتور رح يحكي لنا عن هالموضوع هذا، هالميزة هاي، هالخدمة اللي آه، كان المريض يضطر ليروح على الشام مسافة، ربما يكون معامل الخطورة اللي هو. نعم. يعني لو تحكوا لنا عن هالميزة هاي وعملية زرع البطاريات القلب هون. تمام. هلا موضوع دراسة كهربائية القلب، يعني في عنا آفات قلب تباطؤية، لا نظميات تباطؤية، يعني يكون فيها القلب بطيء جدا نتيجة خلل بعمل الخلايا الجيبية اللي بتولد نبضات كهربائية، أو بنقل هالنبضات للنسج القلبي للبطين لا يتقلص ويقلع. هلا بالآفات التباطؤية بنزرع بطارية تحت الجلد بمنطقة تحت الترقوة، ونوصل السلك عبر الوريد تحت الترقوة إلى البطين الأيمن. بيعطي هاي البطارية نبضات كهربائية هدفها
تنظيم وإعطاء سرعة معينة للقلب. في بطاريات بسلك مهم. وحادي أو بسلكين. مهم. طبعا هدفها هو علاج لتباطؤ القلب. مهم. أيضا في عندنا بطاريات هدفها علاج اللانزميات التسارعية، يعني أحيانا يصير عند المريض لانزميات تسارعية خطيرة، خاصة نوب التسرع البطيني أو حتى رجفان بطيني. بهيك حالة بنزرع بطارية بتقوم بصدمة قلبية للقلب، نسميها الاي سي دي، هو مهم. إعطاء صدمة تلقائية للعضلة القلبية حين تماما. حدوث هذه النظميات القلبية التسارعية. ميزة البطاريات صراحة هي ذكية جدا، أحيانا تعطي صدمة خفيفة إذا كان اللانزمية هي ما في تهديد لحياة المريض. أوتو. إذا إجت اللانزمية خطيرة ومهددة لحياة المريض، أحيانا بتعطي صدمات أقوى وأقوى وبشكل تلقائي. مهم. وهذه البطاريات تعمل لديها ذاكرة بالتسجيل كل ما يحدث من اضطرابات كهربائية، سواء كانت تسارعية أو تباطؤية للقلب. مهم. بعد فترة لما نعمل برمجة أو معايرة لهالبطارية، بنلاقي الأحداث اللي حدثت لدى هالمريض خلال السنة الماضية سجلة. كلها مسجلة. رائع. هلا النوع الآخر للبطاريات نسميها السي ار تي. السي ار تي هي نوع من البطارية بسلك بثلاث أسلاك. مهم. الهدف هو عودة التزامن بتقلص البطينات، مهم. خاصة عند المرضى اللي لديهم قصور قلب. تماما. فمرضى قصور القلب بيوصلوا لمرحلة ما بيتحملوا أقل حركة، عدم تحمل الجهد، مهم. فنتيجة خلل بقلوصية القلب. حلو. هاي البطارية السي ار تي مهم. بتعمل تزامن بقلوصية القلب، وبالتالي تحسين نتاج القلب وتحسين تحمل المريض للجهد وتعديل نوعية ونمط الحياة عند المريض. تماما. هلا حديثا صارت ثورة قلبية بمجال البطاريات باختراع الكبسولة القلبية. أيوة. الكبسولة القلبية ميزتها عن البطارية القلبية اللي من عشرات السنين كانت نعم. معروفة. البطارية بتزرع كانت تحت الجلد بمنطقة تحت الترقوة، وتوصل بأسلاك مهم. تنقل النبض الكهربائي للقلب. نعم. بينما الكبسولة القلبية مدخلة عبر الوريد الفخذي عن طريق حامل قسطار، نوصله للأذين الأيمن ثم للبطين الأيمن. وبس وصلنا للبطين الأيمن نعمل تحرير إقلاع هاي الكبسولة إلى مخالب تتثبت بالبطين الأيمن، وهي ذات بقى تعطي نبضة كهربائية للقلب لعشرات السنين. نتائج رائعة نعم. حقيقة. دكتور، حكيت لنا عن الحالات اللي تستدعي، يعني حكيت لنا عن، يا ترى مين هن اللي بتعملوا لنا العملية، مين اللي بيستدعوا انه ينزرع لهم البطارية في نعم. اعمار معينة؟ يعني في اعمار مثلا مسنة او والعملية كيف بتتم هون؟ تمام. بيبقى عندنا تحت التخدير العام نعم. او نعم. ما بيستدعي التخدير العام؟ هلا البطاريات اللي تعالج تباطؤ القلب اللي نسميها البيس ميكر، بصراحة يستطب زرعها عند حدوث بطء قلب جيبي غير مفسر وعرضي عند المريض. ايوه. يعني نبضه بيطلع بالأربعين، مهم. وبس يعمل جهد ما بيتسرع قلبه مع الجهد. مهم. ميزة البطارية الذاتية اللي عبارة عن مجموعة خلايا اللي بتعطي نبضة كهربائية للقلب. هاي الخلايا بتعطي نبضان بيتناسب مع حالة المريض، حالة الشخص. تناسب. يعني أثناء الجهد مفروض من النبض يتسارع اكيد. تماما. فلما بيصير خلل بعمل البطارية بيتباطأ القلب وما بيفي بالمطلوب أثناء ظروف معينة، فنعمل زرع بطارية بأي عمر كان، لا يهم العمر. مهم. لما بيتم بطء قلب عرضي غير مفسر مهم. لازم زرع بطارية قلبية.
أيضا حصارات القلب، يعني حصار القلب بيصير الأذينات بتنبط لحالها والبطينات بتنبط لحالها، فنسمي هالحالة حصار قلب. فيجب إعطاء زرع بطارية. الهدف أنه تنظيم ضربات القلب بحيث تكون في موجات أذينية وموجات بطينية بالتتالي. العملية بتتم بغرفة القسطرة أيضا أيوة. تحت التخدير الموضعي، مهم. وبوجود جهاز قوسي أو جهاز قسطرة. الهدف توجيه دخول الأسلاك وتثبيتها بالموقع المناسب للسلك. تمام. هل الميزة هاي متوفرة عنا بمشفى القلب والعين نعم. دكتور؟ حضرتكم تجروها. نعم، الميزة يعني بوجود جهاز قسطرة وجهاز قوسي مهم. بيتم هالإجراء. هلا الشغلة اللي عملت بصراحة شغلة إضافية، هي الحصول على مبرمج بطاريات لتكون النتائج أفضل. هلا كيف قبل هاي دكتور لو تشرح لنا إياها؟ قبل ما يتوفر لدينا مبرمج بطارية، مهم. كنا بصراحة عم نزرع البطارية من كم سنة مهم. حتى قبل القلب والعين مهم. باستخدام بطارية مؤقتة أخرى، مهم. نعاير دخول السلك ونخبر المريض لازم تطلع على الشام بهدف برمجة البطارية. تماما. مهم. هلا بتوافر المبرمج مهم. بيكون العمل أدق، موقع السلك أدق. تماما. لما بتتم زرع البطارية بوجود مبرمج بمعايرات معينة، النتائج تكون أفضل. أكيد. بيصير تناسق وتناغم بين البطارية والمريض أكثر. أكيد. عمر البطارية تكون أطول أطول. تماما. أكيد. حصولنا على المبرمج بصراحة مهم. هو اللي شجع فكرة العمل بالبطاريات مهم. أكثر من الفترة الماضية. تعطي نتائج مرجوة كثير. تمام. أكيد. دكتور لو ننتقل عن الموضوع اللي قبل شوي ضمن سياق حديثكم ذكرتوا موضوع التداخل العلاجي بالقسطرة لآفات القلب الولادية عند الأطفال. نعم. هل الموضوع هذا صار يعني عندنا الخدمة هاي والميزة هاي متوفرة بإمكانات وكوادر وطاقم محلي؟ لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا دكتور، شو هو؟ تمام. هلا حكينا الآفات القلب الولادية قسم منها، مثلا فتحات القلب بين الأذينتين أو بين البطينين، أو بقاء قناة شريانية، أو تضيق صمام رئوي. هدول بإمكاننا نعالجهم عن طريق القسطرة مهم. بإدخال ديفايس مهم. أو مظلة عبر للوصول للقناة الشريانية، ثم نحرر المظلة بعد فتحها تسكر القناة أو تسكر الفتحة أو بين أذنتين أو بين بطينين. طبعا نحن نسعى لتفعيل هالقسم بمقتبل إن العام شاء الله. القادم. نحن عم نحاول نجهز المعدات اللازمة مهم. لتفعيل هذا القسم، ومنها هو حصولنا على إيكو قلب عبر المرئي، زائد تدريب الكادر الطبي مهم. وإرساله لدورات خارجية لإقلاع هذا القسم إن شاء الله بالأشهر الستة القادمة. إن شاء الله. حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا للي حتى اللي عم يعملوا بمجال الصحي السلك الصحي، إنه الدكتور كازمان بصدد سلسلة محاضرات. هو كان سؤالي راح يكون عن مرضى القلب وموضوع الكورونا، لكن عن بشكل مختصر راح يحكي لنا شوي ضمن النصائح الوقائية. راح تكون هي أحد الأجوبة لسؤالنا. لكن الدكتور هو بصدد سلسلة محاضرات عن موضوع مرضى القلب وكورونا. راح يحكي لنا الدكتور عن هالموضوع هذا لحتى نختم لقائنا دكتور. لا، الموضوع الأزمة القلبية أو المتلازمة الإكليلية الحادة في فترة جائحة الكورونا بنسمع عنه كتير. ونسبة زيادة نسبة حدوث اللي عم نسمعها بفترة الكورونا، خاصة بأعمار الشباب. نعم. ال-
مرضى الكورونا بيحدث لديهم مشكلة خسارية معممة، نعم. سواء كانت بالشرايين القلبية أو حتى بالأوردة. فبنسمع أنه احتمال يصير معه سمة رئوية أو احتشاء عضلة قلبية أو تماما. حتى احتشاء دماغ. فالاحتشاء العضلة القلبية قد يكون الظاهرة الأولى لمرضى الكورونا. نعم. طبعا بذكر الاحتشاء العضلة القلبية الأنماط، سواء كان احتشاء مع تزحل استي أو بدون تزحل استي، أي نوع كان، أساس المعالجة اللي بتعطي نتائج أفضل هو العناية الباكرة بهدول تماما. المرضى. يعني المريض اللي بيحصل على العناية الطبية الباكرة بالدقائق الأولى نتائجه تكون أفضل، والبقية تكون لديه أفضل. لكن المؤسف بيصير عندنا حاليا بفترة الجائحة تأخير بين بداية الأعراض ووصول المريض للكادر الطبي الأول، نسميه الفيرست ميديكال كونتاكت. هذا شيء مؤسف، وعلى مستوى العالم أكيد. بشكل عام هالفاصل الزمني ازداد، بيصير تأخير بين بداية الأعراض عند مريض الأزمة القلبية في ظل جائحة الكورونا ووصوله لأقرب كادر طبي. فالنقطة الأساسية، نحن لازم ما نأخر حالنا حين شك بحدوث أزمة قلبية، اللي هو خاصة بشكل عام هو ألم صدري، ضغط على القص نعم. وينتشر إلى ذراع الأيسر، خاصة إذا ترافق مع غثيان أو إخياء أو شعور بالقلق وضيق النفس. يجب ما نضيع وقت، لأنه الوقت من ذهب والتايمز إز مسلز. حتى الخلايا ما بتنفقد أكثر، لازم نستعجل بالوصول لأقرب مركز طبي، نعم. سواء عالجنا الحالة بتطبيق حالات الخسرة أو بالعلاج التداخلي بالقسطرة بالبي سي آي. الهدف نعمل إعادة تروية باكرا ما أمكن، لأنه times is muscles. وهون نختم حديثنا عن المتلازمة الإكليلية الحادة في سياق الكورونا. أكيد. شكرا كتير دكتور. لكن قبل ما نختم لقائنا، في سؤال الأخ مجد على البث المباشر بعد سؤال. حابب يعني ننوه أو نذكر أنه رح تكون في لقاء خاص مع الدكتور بخصوص مرضى الكورونا. وأيضا حكينا بموضوع أنه بصدد سلسلة محاضرات بأماكن معينة عفوا، كتير رح يلقيها الدكتور كازمان الاستشاري بمجال أمراض القلب والشرايين والقسطرة القلبية، لحتى زملائهم بالسلك الطبي من الأطباء الصدرية والداخلية وغيرهم. موضوع اللي ذكرته اللي هو الزمن الذهبي واللي رح يستفيد منه المريض، يعني هو زمن كتير مهم بالنسبة ل يعني إنقاذ مريض، نعم. مثل ما قلت، وبشكل عام الخطورة على المريض تماما. نعم. سؤال الأخ مجد اللي عم يسأل إنه سؤال للدكتور كازمان لو سمحتوا: هل من الممكن تحرك السلك من مكانه وبالتالي لا يساعد في تنبيه القلب بشكل جيد مع احتمالية حدوث التهاب في الجرح؟ ما بعرف، سؤال مثل ما هو مكتوب عفوا عم يحكي عن الموضوع، يجوز عم يحكي عن موضوع البطارية. هل من الممكن تحرك السلك من مكانه وبالتالي يساعد في تنبيه القلب بشكل جيد مع احتمالية حدوث التهاب في الجروح؟ هذا كان لا، السؤال. هلا نحن بزرع البطارية إذا كان سؤاله، مم. نعمل بعد ما نختار الموقع مهم. للسلك، مهم. بنعمل على تثبيت السلك في نوع من الأسلاك بتثبت بالعضلة القلبية نفسها، نعم. نهايتها مثل البرغي، مهم. يعني تتثبت، وفي أسلاك إلى مثل مخلب تماما. تتثبت مثل بالحجب العنكبوت. العضلي من ناحية القلب، زائد نثبت السلك من ناحية الجرح تثبيت نظامي، وهذا ما بيكون تحرك نهائيا. موضوع الالتهاب الجرح بصراحة هي من اختلاطات زرع البطارية اللي نادرا جدا نشوفها. الأهم تعقيم بغرفة التعقيم الجيد بغرفة العمليات، والمريض بياخذ كورس من الصادات مهم. خلال أسبوع، وإن شاء الله ما بيصير شيء. أكيد. شكرا كتير لكم دكتور على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. الاستشاري الدكتور كازمان عيسى، ماجستير بأمراض القلب والشرايين والقسطرة القلبية، ماجستير بالأمراض الداخلية من جامعة دمشق، أيضا رئيس قسم القسطرة القلبية في مشفى
القلب والعين. شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا لإذاعة بوير اف ام لتاحتنا الفرصة لوصول صوتنا إلى المستمعين. شكرا كثير لكم. شكرا. شكرا كثير لكم لحسن المتابعة مستمعينا ومتابعينا. بنلقاكم الثلاثاء القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. حابب أشكر زملائي بالكنترول أفان جمعة وأرينو بالو. للأسبوع القادم ضيف جديد. ضلوا بخير وسلامة.